هل حصلت على الكثير من الإلهام؟ ممتاز. ستتحول هذه اللحظة الآن إلى روتين علمي سهل وفعال للغاية لذاكرتك. حافظ على هذا النبرة الهادئة. ما يلي يمارس لمدة 60 ثانية. إذا أردت الذهاب أبعد من ذلك فإنه يترسخ بعد بضع دقائق أخرى. 1. تمرين 60 ثانية. بروتوكول محدد. الهدف: تحفيز الحصين، الذاكرة العرضية، الانتباه، وترسيخ الذكرى. أولاً، الوضعية والتنفس. 10-12 ثانية. اجلس، قدماك على الأرض، ظهرك مستقيم ولكن مسترخٍ. استنشق من الأنف لمدة 4 ثوان. احبس النفس لمدة 2 وازفر من الفم لمدة 6 ثوان. دورة واحدة إلى 2. جهازك العصبي في مرحلة هادئة. 2. أغمض عينيك وتذكر 3 عناصر دقيقة من يومك خلال التذكر الثلاثي. 40 أو 45 ثانية. 1. مكان، تفصيل بصري، لون جدار، نسيج الأرض. 1. إحساس، درجة حرارة، رائحة، إحساس لمسي. 1. كلمة منطوقة، كلمة أو عبارة مسموعة. صف كل منها ذهنياً بتفصيل محدد. 1. كلما كان أكثر دقة كلما كانت الدوائر أقوى. 3. التصنيف العاطفي. 5-8 ثوان. سمي العاطفة الرئيسية: فرح، مفاجأة، دهشة، إلخ، المرتبطة بإحدى هذه الذكريات. يتم تعزيز التثبيت من خلال التصنيف العاطفي. التوقيت الأمثل: قبل النوم مباشرة، للتحضير المسبق للترسيخ الليلي. #2. اختلافات 60 ثانية لتقوية جميع الذكريات. كل ليلة قم بتغيير الأشياء لتجنب التعود وتحفيز شبكات أخرى. تذكر الأسماء الاجتماعية. تذكر 3 أسماء قابلتها مؤخراً، لكل منها الوجه تفصيل 1، السياق أين ومتى، وصورة أو قافية. على سبيل المثال: بول، القطب الشمالي، قبعة زرقاء. الخريطة الذهنية المكانية. استمتع برحلة مألوفة في 5 محطات: باب، مصعد، قاعة، بوابة، رصيف. شاهد تفصيلاً باستخدام كل محطة. الملف الدلالي المعجمي. اختر كلمة اليوم مثل زهرة الأوركيد. أنشئ في ذهنك جملة واحدة تترجم هذه الكلمة إلى ذكرى ملموسة. الحسابات الدقيقة السياقية، الانتباه، التنفيذية. اختر رقماً 37. أضف 7 بشكل متتابع: 44، 51، 58، مع تصور كل رقم مجمعاً لقطعة من شيء. مسح الحواس. الاستقبال الداخلي، الذاكرة الجسدية. افحص 3 مناطق جسدية: السرة، الكتفين، اليدين، ولاحظ إحساساً واحداً في كل منها. بعد ذلك اربط كل إحساس بصورة نهارية واحدة. ثلاثة. هرم 3-2-1. 3 دقائق اختيارية تضاعف التأثير. إذا كان لديك المزيد من الوقت في بعض الأمسيات: 3 أنفاس 4-2-6، حوالي 20-25 ثانية. 2. ذكريات غنية، بصرية بلس سمعية بلس عاطفية، حوالي 90 ثانية. 1. كتابة، حوالي 30-40 ثانية. اكتب 3 أسطر في دفتر ذاكرة موضوع بجانب الضوء. الكتابة النشطة لشبكات أخرى مثل الشبكات الحركية أو البصرية المكانية
وتوحيد مزدوج. نصيحة: دفتر صغير مخصص بالإضافة إلى قلم، دائما في نفس المكان، 2 0 احتكاك. 4. ترسيخ العادة بدون إرادة بطولية. الدماغ يعشق المحفزات المستقرة. تراكم العادات habit stacking. بعد أن تفرش أسنانك، قم بتقييم نفسك ثم قم بتمرين لمدة 60 ثانية. إشارة بصرية: ضع ملاحظة لاصقة 60 ثانية على المنضدة أو سوارا أو تذكيرا. مشاركة قليلة جدا. حتى في الأيام السيئة أقوم ب20 ثانية على الأقل. الثبات أفضل من الكمال. 5. برنامج 4 أسابيع، واقعي وتدريجي. الأسبوع الأول: التثبيت. قم بإجراء التمارين الأساسية كل مساء. التذكر الثلاثي. الأسبوع الثاني: التغيير. قم بتغيير تمرين واحد أو مساء. أسماء، مسار، كلمة. الأسبوع الثالث: الهرم. أضف 3-2-1 ل3 ليال أو عطلات نهاية الأسبوع. الأسبوع الرابع: التوحيد. جميع دفاتر الذاكرة في المساء، 3 أسطر، بالإضافة إلى جلسة صباحية إضافية 30 ثانية. تتخيل فيها اجتماعاً، اسماً أو أحداث اليوم. كيف تعرف إذا كان يعمل؟ مؤشرات بسيطة. كل ليلة تحقق من عنصر واحد إلى 3 عناصر، 0-1 نقطة لكل منها. 1. هل وجدت اسماً أو لقباً بسرعة خلال اليوم؟ 2. هل تذكرت بدون جهد تفصيلاً صغيراً؟ مكان، تعليمات. 3. هل تشعر بفراغات أقل عندما تتحدث؟ الهدف: +4 إلى +6 نقاط متراكمة أسبوعياً في الأسبوعين الأولين، ثم الاستقرار. مكافأة: لاحظ أوقات تحديد موقع مفاتيحك والهاتفك بالدقائق. على مدار الأسابيع يجب أن ينخفض المتوسط. 7. نظافة الحياة التي تزيد بمقدار 2 المكاسب دون إضاعة الوقت. النوم. غرفة باردة 18 درجة مئوية. إيقاف الشاشات قبل 60 دقيقة. المشي 12 إلى 15 دقيقة في كل رحلة. الأكسجين يغذي شبكاتك العصبية. طبق ألوان بلس أوميغا 3 في المساء. خضروات ملونة بالإضافة إلى زيت بذر الكتان، الأسماك الدهنية الثقيلة، وقود غشاء الأعصاب. الترطيب الحكيم: تجنب كوباً كبيراً من الماء قبل النوم مباشرة. بدلاً من ذلك ركز على الترطيب النهاري. التوتر: 2 دقيقة من التنفس 4-2-6 في الساعة 18:22. 8. المشاكل الصغيرة المتكررة والإصلاحات الفورية. أنا أشتت. ضع كرة صغيرة أو مسبحة في المنتصف. يساعد التفكير اللمسي على التركيز. ليس لدي ما أتذكره. لمساعدتك، التقط صورة لشيء اليوم، السماء أو الباب. استخدمها كبداية. أنا أؤيدك في القيام بذلك. ممتاز. جرب تمرين الاستلقاء. التأييد الفوري هو مكافأة بدلاً من الفشل. أنا متوتر عندما أنسى. توقف عن التنفس 20 ثانية. سأعود إلى الكلمة. تقول: استعادة الذكرى غالباً ما يعيقها التخلي أكثر من الإصرار. 9. السلامة والأعلام الحمراء متى تستشير. النسيان، مفاجئ وغير المعتاد. الدفع، التاريخ،
واتباع تعليماتك الخاصة. صعوبات اللغة: كلمات غير مناسبة، الارتباك، السقوط غير الواضح، وتغيرات السلوك. إذا أشار أحد الأحباء إلى تحول فهذا أمر مقلق. في هذه الحالات تقييم طبي: الذاكرة، السمع، البصر، الأدوية، الغدة الدرقية، B12، النوم. 10. معزز يومي: عادات دقيقة 10-30 ثانية. صوت عال يحدد المكان الذي تحمل فيه شيئا. المفاتيح على رف المدخل. تسمية موعد. تفصيل بصري. الباب الأحمر للمكتب. تكرار اسم 3 مرات في الدقيقة الأولى. تشرفت بلقائك هيلين. 11. نص إرشادي للقراءة هذا المساء 60 ثانية. أجلس، أستنشق 4، أحبس النفس 2 وأزفر 6. المقبض المعدني البارد والبلاط الرمادي هما مكان من يومي. أكتشف إحساساً: رائحة القهوة مرة قليلاً على جانبي شفتي. عبارة أفهمها هي: نلتقي يوم الخميس 10 صباحاً. العاطفة التي أصفها: السكينة. أفتح عيني: لقد ترسخ. النقطة الرئيسية للرسالة: 60 ثانية كل ليلة، وهو الحد الأدنى الفعال للوقت. الكمية أقل أهمية من الدقة الحسية. الإرادة تهزمها الانتظام. دفتر من 3 أسطر يحول الطقوس إلى نتائج قابلة للملاحظة. إذا أردت، ابدأ هذا المساء ب60 ثانية متبوعة ب3 أسطر في دفترك. ستكون قد لخصت بالفعل شيئا عميقا بحلول الغد. دماغ يتذكر أن يكون هادئا، بالتأكيد، يوما بعد يوم.